السلام عليكم المتتبعين ديالي العزاز الغاليين. عواش راكم مبروك اخوتي، رمضان كريم يدخل عليكم بالصحة والسلامة. اليوم اخوتي جيت نقدم معكم هذا الرولي، كيجي غزال، كيجي من داك الشرفيع. نتمنىكم اخوتي تجربوه وتردوا عليا في الكومونتير. وبغيت نشكر الناس اللي دخلوا عندي جداد، الله يجازيكم بخير ومية والف مرحبا. لهلا خطيكم عليا، وشكرا للناس القدام اللي معايا راه داركم اخوتي. وتابعونا اخوتي على الفيديو، راه كيجي هاد الرولي غزال. بسم الله. عندي جوج بيضات، عندي كاس ونص ديال الرز، عندي 150 غرام ديال الكفته، عندي شويه الزيتون، عندي هاد 4 دريسات ديال الثومه، عندي جوج معالق ديال السميده، عندي هنا شويه الكمون، شويه ديال بودره الثوم، عندي الابزار، الملحه، الفلفله حمراء، شويه ديال القزبر يابس، والضامه ديال الكنور. انا درت البكري اللي عندي، هاد شويه الفرماج، اللي عنده ديال الدجاج يدير ديال الدجاج حسن. عندي هاد جوج بيضات عفوا غنديرو هكا في الميكسور مونيكس. ندير 4 ديال التويمه، ندير الرز ديالي هنايا الكاس، ندير لاطاريه ديالي، ندير ديك الطامه ديال الكنور، انا درت ديال البكري، واللي هذا يدير ديال الدجاج من الاحسن، انا هي اللي كانت عندي. ندير داك الكاس اللارد ديال، كندير 4 كاس ديال الزيت. راه كيجي هاد الرولي غزال اخوتي، كيجي يا سلام. كندير هاد شويه ديال السميده، يعني جوج معالق، كنديرو في هاد البول باش نخلطو مع الكفته. كنزيد عليه هاد الكفته. انا اخوتي راني درتو، يعني بغيت نبسطو. هاد الروز اللي زدتو غير باش ندير 150 غرام ديال الكفته، يعني اللي بغى يدير غير الكفته، يعني انا درتو يديرو اي واحد يدير هاد الرولي. اما اللي بغى يدير غير الكفته وما يديرش كاع الروز، راه خصو يدير الكفته شويه بزايد، على الاقل واحد نص كيلو. كنديرو داك البابي سولوفان، كنديرو فيه الخليط ديالنا، كنبسطو هكا بهذا الشكل. راه ساهل، ما فيش يعني مواد بزاف. يعني ما كتخلصوش عليه بزاف، راه هذا يعني ما تخسروش عليه حتى 30 درهم، ساهل. كنديرو داك الفرماج، يعني كيعطي مذاق زوين وكيعطي شكل زوين، يجيب حتى شكل جميل. ديروه في بابي سوليفون وكتحاولوا تزيروه شويه. اللي عنده بابي الومنيوم واخا يدير غير الدوره الاولى ديال السلوفان ويزيد الالومنيوم من الاحسن. كنديروه في الكسكس واحد 30 دقيقه. صافي ها هو بعد ما طاب
وخليته برد شويه باش يعني نقدر نهزو غنخدم بيه. داك الخليط اللي شفتو راه دار لي هادي ودار لي وحده اخرى صغيره، اللي بغا يديرها وحده كبيره يديرها. انا نديرها جات شويه متوسطه والاخرى جات صغيره. ندير هنايا هاد البيضه مع ديك الضامه ديال الثومه، هي شويه منها، هي طريقه ماشي باش تحيد ديك التفوره د البيض، مع شويه ديال صوص السوجه. كنطربوها بهاد الطريقه هادي. كنجيب شويه ديال الفرينه يعني الدقيق الابيض، كنلبس الرولي ديالي بداك الدقيق كيتلبس مزيان من جميع الجوانب. كنعاود نديرو في هذا البيض هو كنلبسو فيه مزيان داك البيض. كنعاود نديرو في لاشابلو، يعني الخبز كنكرموه، الكومير كنكرموه وكنطحنوه، كنخليوه هكا الحوايج اللي كنبغيو نخليوه يجي لنا مقرمشين. اللي ما دارش يعني لاشابلو او ما عندوش ما متوفرش كيدير السميده ديال الحرشه، سميده الحرشه حتى هي كتجيب الحاجه مقرمشه بحال لاشابلو. كنكونوا مسخنين الزيت ديالنا، كنديروا فيها الرولي ديالنا يتقلى. كنقلبوه من جميع الجوانب حتى كيتحمر كله. درت معاه هاد السلطه باش غادي نرافقها معاه سلطه غير الخيار ومطيشه خيزو محكوك وخيار وبربه محكوكه، يعني خضر خضراء كلشي باقي خضر. هانتوما خوتي تبارك الله كيجي غزال، كيجي لا في الشكل ولا في المذاق تبارك الله، كيجي من داك الشرف فيه. نتمنىكم تجربوها خوتي، تخليوها لي في الكومونتير. وهذا راه الطبق النهائي خوتي، نتمنى من الله يعجبكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. وما تنساوناش البصيمه، الله يجازيكم بخير. واللي ما مابونيش يتابونا باش القناه ديالنا تكبر، واللي يعطيكم علينا والله يجازيكم بخير والله يعاونكم بالخير والفضل. الله يجازيكم بخير. الى اللقاء فيديو مقبل ان شاء الله.